الفل والياسمين صباح معطر بذكر الله مبعوث لأحلى خلق الله، ينور دربكم ويبارك يومكم بإذن الله. أسعد الله صباحكم وكساكم من حلل السعادة. نتمنى تكونوا لاباس، واليوم صادف اليوم عيد المرأة يا ربي. نتمنى يعني السعادة والخير والهناء يا ربي لكل مرأة جزائرية، سواء كانت ماكثة في البيت سواء كانت عاملة، يعني كافة النساء في العالم نتمنى لهم السعادة يا ربي. اليوم جيتكم يا الحراير، جيتكم بكعك النقاش. كما تشوفوا اليوم عيد المرأة وسخفت عليه، ما عم باليش وعلاه سخفت عليه، تشهيته بزاف، ما عليا غير جبت الوصفة من الباتو الكاطو اللي ما بخلتش عليا بالوصفة يعني بكامل الدقة نتاعها، وحبيت نصور لكم هذا الفيديو ونفيدكم بها. راح نبدا معاكم على بركه الله. يعني في هذه الوصفه نتاع كعك النقاش نتاعنا راه لازم الميزان، يعني لا عاد ما عندكش الميزان الوصفه نتاعك ممكن ماهيش رايحه تنجح لك، ولكن راح نعطيك اللي ما عندهمش الميزان راح نعطيهم طريقه اللي راح تصلح لهم. اول حاجه راح نعطيكم الوصفه واش رايحين نديروا. الحاجه الاولى راح نديروا سمن عادي هذاك نتاع المدينه، هي نورمالمون الصغيره فيها 500 غرام، بصح الوصفه راح نتقيد بالوصفه، نعطيكم لي ميزور قد نتاع الوصفه نتاعي. راح نديروا 250 غرام سمن، راح نضيفوا لها على راس الملعقه ملح، وراح نضيفوا لها لافاني، ضيفوا لها صفار بيضاء، وتضيفوا لها 100 غرام سكر ناعم، وتضيفوا لها 550 غرام نتاع الفارينة عادي، كلش مع بعضه. راح نعاود الوصفة، يعني انتي لعد ما عندكش الميزان وشوفي واش رايحه ديري. رايحه ديري هذيك السمن تاع 500 غرام عادي، وراح تضاعفي المقادير، هذا ما كان. اذا بالنسبه للوصفه راح نعاودها لكم، اللي هي راح ديري 250 غرام نتاع السمن، لافاني، صفار بيضاء، 100 غرام سكر ناعم، 550 غرام نتاع الفارينه، وقرصه الملح لافاني ما تنسيهاش، ورايحه تلمي بشويه برك بالماء الزهر. كما شفتوا تحصلت على العجينه نتاعي. هذا ما كان تحطي العجينه بجيه والعجينه صالحه 100%. نروح مباشرة للغرس نتاعي. الغرس لعاد عندك نتاع البطانة هذاك اللي يتباع بالميزان يكون احسن، انا ماهوش متوفر عندي، ولكن هذه اللي متوفر عندي يعني ما فيهش هذيك النواة. راح تخدميه عادي كل واحد وكيفاه يخدم الغرس نتاعو. كاين اللي يفوروا، انا ما فورتوش، خدمته غير بشويه نتاع الماء ماء الزهر ونتاع الزيت وحطيته بجيه. المهم اعجنيه مليح باه من بعديكا ماهوش رايح يبسلك. هذا ما كان. رايحه توزني الحبه. الان نجيو للميزان تاع الحبه. العجينه نتاعك راح توزنيها 28 غرام، ولا فخس نتاعك راح توزنيها 14 غرام، ولكن انا لا فخس نتاعي نتاع الغرس وزنتها 14 غرام. من تيا الا درتيه 28 غرام ننصحك الوزن نتاع الغرس نتاعك ديريه 12 غرام. انا جاني شويه الغرس بزايد، يعني جا شويه زايد، يعني هو نصف نتاع العجينه، لكن جاني شويه بزياده، مي انا خليته عادي كملت به، خاطر يعني هذا كعك النقاش راح نديرو غير للدار برك، وانا يعني نحب الغرس عادي ماهوش رايح يديرونجيني. لكن انت لو تحديريه العرس ولا راح ديريه كوموند ولا ديري 12 غرام نورمال. انا كامل درتهم هكا، وزنتهم، وزنت لافخس نتاعي، الغرس نتاعي، وزنت العجينه نتاعي، حطيتهم بجيه، انا يعني غلقت عليهم وحطيتهم بجيها. يعني جاتني هذه الكميه نتاع 250 غرام راهي طيحت لي 32 كعبه، جاتني 32 كعبه. انت كي تضاعفي المقادير راح تجيك اكثر. نحطو هنايا نوليو عزيزتي الكريمه رايحين نخدمو. هنا نجيو في طريقه النقش نتاعك، يعني تكون عندك الحلاله نتاع الكاطو يكون افضل، انا ما عنديش، يعني راح نشريها ما عنديش. كما تشوفوا طريقتي يعني سهله وبسيطه، هي عادي ديري هذيك كما شفتيني، لكن هذا نتاع مول السيليكون فقط جاتني الفكره في راسي، وهذه اول مره ندير معاكم كعك النقاش، يعني اول مره نخدم كعك النقاش، وهذه اول مره وريت لكم هذيك المول تاع السيليكون. يعني للمبتدئات ولا يخافوا ما تجيهمش هكذا يعني الحبه متحوفه، ولا يديروا بهذاك المول تاع السيليكون، والله يعني عملي. لكن انا المول تاعي شويه صغير برك، جات الحبه شوي اكثر منه، لكن نورمال، حبات درتهم بالمول، حبات درتهم عادي. ونفس الطريقه راح ديري بها الهلال نتاعك وراح تنقشي. ومن فضلك البيت والكاطو بدون
بدون انتقادات على طريقة النقش نتاعي. يعني هي الحبة تقعد فيها ساعة وهي تنقش فيها، أنا لا، ما عنديش هذاك الصبر باه نقعد مع الحبة ساعة. وزيد يعني ماهوش المناسبة، يعني زيد راح نشرب به غير قهوة برك في داري، يعني نورمال، يعني ما هكا ما ركزتش معاها مليح يعني. عادي، المهم تكون الحبة مقبولة الشكل، ماهيش خارجة من ماشينة كيما نتاع الباتول القاطو، ربي يعطيها صحتها يا ربي ويبارك لها في يديها الزينين هذوك. راح نكمل عادي معاكم الحبة. اذا قدرتي ديريها هكا دايره، ديريها عادي ونقشي. جاتك شويه صعيبه، ديريها بهذاك المول ولا عملي جدا، يعني هذو للمبتدئات. وكما تشوفوا لازم كامل نديروا الكاطو، لازم كامل هكا نديروا نلوحوا يدينا في الكاطو، لازم نحيو هذيك الهيبه. ما كانش اللي ما يعرفش، كاين اللي هاب برك مي بتاع وحده ما تعرفش دير الكاطو، هذه انا ما مستحيل. الناس كامل تعرف دير الكاطو كامل يعني هكذا، وانما عندهم هذيك الهيبه اللي تخليك. بالنسبه لطريقه النقش، يعني الحبه الاولى اكيد راح تخسر لك، انا ديما يخسروا لي هذو الحبات الاولين كامل هكذا، خسروا لي ونورمال. صورتهم معاكم ونعت لكم عادي، يعني الحوايج الملاحه واللي مش ملاحه، يعني بطريقتي عاديه جدا. بالنسبه راح نعطيك فقط نصيحه، كي تعودي تنقشي مثلا وتنحي هكذا شويه العجينه بهذاك النقاش، يعني تخسر لك العجينه، عادي عاودي اقلبي هذيك العجينه برك، عاودي اقلبيها وبلاطيها هكذا شويه وعاودي انقشيها، راح تخرج لك الحبه عادي، يعني مش راح تخسر لك ولا تعاودي تنحي الغرز والعجينه وتعاودي الحبه، لا، عاودي اقلبي هذيك النتشه برك اللي طارت لك وعاودي انقشي عادي. بالنسبه للنقاش هذا من الافضل يكون هذاك نتاع النيلو، كان واحد تاع البلاستيك هكذا على الكيف بصح يزرب يتكسر، هذا هو الديفو اللي فيه. قعد لي هذا تاع الحديد راني ندير بيه، يعني ما عجبنيش شويه. يدي انا اصلا مش خفيفه يعني في النقش، خاطر اول مره ننقش ندير هذا كعك النقاش، ديما ناكل غير نتاع الباتو الكاطو. نحب غير نقاشها، ما عندي ياسر ما روحتش توالها، قلت ما عليا غير هيا قالك اضرب ذراعك تاكل مسقي، درته وحدي هكذا نحي هذيك السخفه نتاعو. هاي الحبه نتاعي عاديه مقبول الشكل وخلاص، ماهيش متحوفه وماهيش رايحه فيها طول. المهم وعاود هكا عاودي اعد ليها من الداخل كيما راكم تشوفوا هكذا، كون عاود نعدلها ونحطها. اما بالنسبه لطريقه الطياب عزيزتي الكريمه، راك ديريه الصباح تخليه يوم كامل، الغدوه من ذاك الصباح باه طيبيه. انا راني ما قدرتش نصبر حتى يوم كامل، عادي خليته ميم با ساعه ولا زوج سوايع، وليت واش درت له، حطيت البلان تاعي حطيته في الكونجيلاتور واحد 5 مينوت ولا، وليت طيبته عادي. انا خاطر كنت زربي طيبيه هذاك النقش اللي درتيه كامل راح يخسر لك، يعني لا عاد العرس لا عاد اي مناسبه يعني هامه، لازم تخليه يستراح يوم كامل وطيبيه بغرضك وبعقلك يعني. اما بالنسبه لعتي حديري غير تشربي به قهوه وزاربه به عادي، حطي في كونجيلاتور ميم باكا 5 دقائق ولا، ومن بعد ولي طيبيه كيما انا. تحبي تحمريه حمريه، تحبي ما تحمريهش ديريه ابيض ثاني عادي. وهذه لابات اللي عطاتها لي الباتول ما شاء الله، حتى وتحمريه يجي هشيش ويجي ذوب في الفم، يعني ديروه ماكمش رايحين تندموا. ها هو كعك النقاش تاعي حبيباتي في صحن التقديم. كعك النقاش نتاعي درت له شويه هكا يعني رشه برك نتاع السكر الناعم، ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي. اكيد للمبتدئات مني راح يتعلموا اكيد، انا ايضا يعني مبتدئه، يعني كامل انا مبتدئات، ما كانش لي يعني زاد متعلم، كامل رانا نتعلموا. اذا نتمنى هكا يعجبكم، نتمنى ايضا يعجبكم، حطوا لي تعاليق ايضا يعني تعاليق تكون ايجابيه من فضلكم. هذيك التعاليق السلبيه راني سوبريميها وما نحبش التعاليق السلبيه، لازم الانسان تشجعوه مشي يعني تحبطوه. خاطر احنا ديما المجتمع الجزائري ديما نحبوا نحبطوا بعضانا، ديما ما نحبوش ندعموا بعضانا. وعلاه ما ندعموش بعضانا، وعلاه ما نحبوش بعضانا، هكذا تسود المحبه ويسود التفاهم والتعاون. يعني كما تحبي لنفسك حبي لغيرك، ما تتمنيش الشر لغيرك ابدا، هذه مجرد نصيحه فقط.
ان شاء الله توصلكم. اذا ما عليا نقول لكم غير الى عجبكم ما تنساوش تدعموا قناتي الجد متواضعه. جام ما تنساوش ديروا لي جام، وما تنساوش ديروا لي ابوني وتتابعوني ديما بهكذا كل مره نجيب لكم وصفه من الشيف البتول كاطو. الى اللقاء والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جد سهله وبسيطه واقتصاديه معي انا من قناتي منوعات جزائريه. دمتم في رعايه الله وحفظه حبيبتي. فرجه ممتعه. إلى اللقاء.